اهو سعادة. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا يا باشمهندس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لا مؤاخذة يا جماعة اتأخرت عليكم. الباشمهندس صلاح، اظن حضرتك فاكره. ايه مش فاكره؟ مش فاكره كيف يا حسني؟ فاكره طبعا، امال ايه؟ اهلا يا باشمهندس. ده الدكتور حاتم، دكتوراه في الهندسه، جاي من بره بشوكه لسه. الحمد لله على السلامة يا دكتور حاتم. الله يسلمك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والدكتور حاتم بقى درس فين؟ في انجلترا. انجلترا، الله يسامحها بقى. حلوه الصح. طب ما تتفضلوا تقعدوا. اتفضل يا باشمهندس. اقعد يا باشمهندس صلاح. هم مضوا العقودات وكانوا مستنيين سعادتك عشان تمضي لهم الشيكات. الدفتر قدام حضرتك. وماله؟ طب مش لما فاروق بياخد نفسه الاول؟ يا سيدي خير البر عاجله، وبعدين علشان الكلام يبقى بنفس، ولا ايه يا باشمهندس صلاح؟ وثانيا علشان انا كمان مرتبط بموعد. جرى ايه يا فاروق بيه؟ انت كده تملي مشغول. الايام جايه كتير. اتفضلوا يا بهوات. لا مؤاخذة، لا مؤاخذة يا فاروق بيه، اصل الحقيقة انا مختص بالحسابات. ارجو ان يكون المعلم حسني قال لكم على عامل الوقت والمواصفات. لا في الحكاية دي بقى ما تشغلش بالك بأي حاجة. انا متاكد ان شاء الله. طيب اي طلبات مني تاني؟ اللي اقول يا فاروق بيه. افندم يا دكتور. حضرتك منين بالظبط؟ من كيف يعني؟ يعني قريب المعلم حسني ولا بلدياته؟ لا، المعلم حسني هو اللي بلدياتي. صح، انا بلديات. اصل يعني اللهجه متشابهه شويه. لا ده فاروق بيه متربي هنا في اسكندريه. اللهجه دي واخدها عن والد، عن جد الله يرحمه بقى. انما انت بتسال ليه يا دكتور؟ لا ابدا، علشان نزداد معرفه يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طب بالاذن انا بقى، واي شيء تعوزوه اطلبوه من المعلم حسني. اطمنت يا حتوم؟ طبعا الحمد لله. فرق كبير قوي ما بين فاروق بيه والمعلم حسني ده. ازاي يعني؟ يعني بالرغم من ان فاروق بيه لكنته صعيدي، انما تحس انه متعلم وجد، بعكس المعلم حسني ده تحس انه لهلي. بس دمه خفيف. المهم انه يكون عارف شغله. لا، هو من جهه عارف شغله فهو عارف شغله، يمكن اكتر من فاروق بيه كمان. ما هو المعلم حسني قال لك فاروق بيه ده مشغول بالشحن والتفريغ بس. المهم دلوقتي يا سي صلاح انكم تحافظوا على دول مكسب كبير قوي. قصدك يا ابو سعيد؟ قصدي انت فاهمه كويس قوي يا سي صلاح. قصدها يعني لازم نفوق لشغلنا، مفيش وقت للهزار ولا للمياصه. يعني ايه نفوق لشغلنا ومفيش وقت للهزار والمياصه؟ لا، بقول لكم ايه، اسمعوا، ارجع لطريقتي الاولانيه، ابص للبني ادم اصغر له كده ويقع من طوله. بوسعينه صلاح، كنا بنقول ايه يا جماعه؟ مساء الخير. مساء الخير. ازيك يا ورده؟ اهلا. ازيك يا صلاح؟ اهلا يا حاتم. ازيك يا ابو سعيد؟ ما تخافش يا سي صلاح، احنا يا دوبك هناخد حاتم ساعه ونرجعه لكم صاغ سليم. ايه ساعه؟ معقوله يا ورده؟ ده احنا في عرض 5 دقايق تقولي لي ساعه؟ استنى بس يا صلاح، في ايه يا جماعه؟ الله، انت نسيت ميعاد الدكتور ولا ايه؟ يا خبر، الشغل خدني خالص. قولي لي يا ورده، ازاي دلوقتي؟ لا الحمد لله بقى كويس. يا دوبك يعني، بس الحراره خفت شويه. طب عن اذنك يا صلاح، هوصل معاهم لغايه الدكتور يشوف بدري وارجع لك حالا. امر الله، في دي بقى عندك حق. سلامتك، الف سلامه بدور يا حبيبي. لو اني عارف ان الحراره دي سببها. وريني كده حبيبي بقك. ايه ده؟ سنان الواد مسوسه قوي، ده احتقان في الزور. ماشي يا دكتور، بس نروح نطمن عند الدكتور بجد احسن. بس تروح وتيجي بسرعه، احنا عندنا شغل كتير الليله. ماشي، مسافه السكه. هو ميعاد الدكتور الساعه كام؟ الساعه 8. كويس قوي، ده لسه في وقت. اسمع يا حتوم، خد معاك الابحاث دي وفوتها على المعلم حسني، عشان باذن الله بكره عنده مشوار في الاسكان يوديها المحافظه، وانا بقى اخلص الباقي. ايوه صلاح، بس كنت عايز اقول لك ان انا لما ما فيش وقت يا اخي، الله، سيبهم في العربيه واطلع انت فوق، خلص المشوار. لو ما لقيتش حد في المكتب سيبهم مع البواب. حاضر يا سيدي، امري لله. يلا يا جماعه. اسمع، انا بقيت احبك عشان بتسمع كلام رئيسك. هديك مكافاه، انت بقيت عفريت. اوعى. يلا يا باي بابا. باي يا صلاح. اتفضل. في حاجه تاني؟ لا سلامتك. كده بقى يبقى الحديد اللي تشون حقه خالص.
فاضل شيكات السمنتو. طب ما اديها لك بالمره ونخلصوا. لا مش دلوقتي، خلي كل حاجه بعدلها، اعمل معروف ما تخربطليش النظام. طب ما تستلموا يا حسني بدل ما افضل انا رايح جاي كده. لا ما حستلموش الا على الشغل يا فاروق. السلام عليكم. اهلا 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 وسهلا. ازيك يا دكتور حاتم؟ ازيك يا فاروق بيه؟ ها كيف الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. انا جايب الرسومات اهي وجاهز عشان نسلمها للمحافظه بكره. باقي بس لوحه واحده ان شاء الله تجهز بكره في الميعاد. عظيم عظيم، همه مشكوره والله يا دكتور. متشكر قوي. يا ترى المعلم حسني فوق؟ موجود، بس مفيش داعي سعادتك تتعب نفسك. اديني الرسومات وانا اخلي عم طه البوابي يطلعهم له. انا متشكر قوي يا فاروق بيه. الله يخليك يا ألف دكتور، شكر. مع السلامه. الله يسلمك. يا عم طه، عم طه ادي الرسومات ديت للمعلم حسني وقول له الباشمهندس حاتم هيعدي عليك بكره الصبح. حاضر يا فندم. شكرا. انت متأكد؟ مش عارف. هو ايه اللي مش عارف ده يا ابني؟ اباي انت مش بتقول انك وعدت لها؟ انا بقول شبهها قوي يا حسني، شبهها قوي. كانت بتلاعب عيل صغير على حجرها وبتضحك، بس الدنيا كانت ضلمه ما خدتش بالي، والعربيه مشيت بسرعه ما لحقتش اتاكد. هي صحيح شكلها متغير شويتين ولابسه نظاره نظر. حاجه غريبه. انت فاهم حاجه يا حاج؟ يعني هي ولا مش هي يا واد الناس؟ استنى بس يا حسني. الكلام اللي بيقوله فاروق ده خطير قوي ولازم نتأكد منه برضه، بس بالراحة بدون شوشرة. يعني هنتاكدوا كيف يعني؟ انت مش بتقول انك شفتها؟ ها؟ ها؟ وقعدت معاها كمان؟ طب شكلها ايه؟ ما خبرش. شكلها ايه كيف يعني؟ شكلها ست يا ناس، ست هانم كده، تقول دكتورة مهندسة، حاجة غريبة كده يعني. ما لاحظتش في لهجتها لكنة صعيدي؟ ما خبرش، اصلا ما تحددتش معاها كتير يا حاج. طب ابنها عنده كام سنة؟ ما خبرش. جرى يا حسني، انت كل شيء ما خبرش، امال خبر ايه يا اخي؟ واه يا فاروق ما تقفلش معانا امال عشان حته عيل. عيل يا حاج، تقول 3 4 سنين كده ما حلتهمش غير هم قالوا لي على اسمه، نسيت اسمه، اصل اسمه غريب قوي يا حاج. 3 4 سنين معقولة؟ ما حالتهمش غيره معقولة؟ ولسه راجعين من انجلترا معقولة برضه؟ لا مش معقولة، بس ده هو ده عين العقل يا حاج. يبقى هي اتجوزت وسافرت انجلترا، وده سبب ما ابويا الله يرحمه قال لي ما هتلاقيهاش في مصر واصل. اهدى يا فاروق يا ابني، بلاش تسرع. المسألة حساسة واحتمالاتها كتير. طب قول لي يا حسني، انت مين اللي دلك على الناس دول؟ واد عمة عيلك هو اللي دلنا على الباشمهندس صلاح، لكن ما خبرش اذا كان يعرف حاتم ده ولا لا. طب واد عمك تعيلب ده يعرف الباشمهندس صلاح منين؟ ما خبرش، جايز يعرفه عن طريق الباشمهندس بتاعه في الشغل، عشان انا سمعته هيقول له قدامي ابقى سلم لي عليه. وجايز كمان يعرفه من جنة. جايز، بس احنا عندنا نفسنا ليه يا ناس؟ ما نكبس عليهم في البيت ونعملوا نفسنا. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا حسني؟ نهجم على بيوت الناس كده؟ افرض مش هي. هيجرى ايه يعني؟ باين عليك جنن. بسيطة، احنا نعزموهم هنا، هي ومرات الباشمهندس صلاح. اذا كان على العزومة مفيش مانع، بس لازم تكون عزومة بسبب عشان ما حدش يشك. حد زي مين؟ هي او نورة. وعلى العموم العزومة جاية طبيعي. الوزير مش هيفتتح المشروع الاسبوع الجاي. اسبوع؟ وانا هقدر استنى اسبوع بحاله؟ يا ابني الصبر طيب. ما قدرش يا حاج، ما قدرش. طب في حل تاني. حسني يعمل لهم دعوة في الشركة، زي ما تكون حفلة كده على الضيق. لو على الضيق ماشي، والله معقولة دي. بس الأول أنا عايز أسأل فاروق سؤال. ترجح إنها هي بنسبة كام في المية؟ 100%. 80 يعني 50% يا حاج. مش عارف.
أنا خايف. أول مرة في حياتي خايف. خايف من ايه يا ابني؟ خايف من خيبة الأمل. أنا ساعة ما عيني وقعت عليها حسيت إن كل عذابات السنين اللي فاتت دي انزاحت من على كتفي. لكن بعد دقيقة واحدة اتملكني الشك والحيرة ونهشوني، وحسيت إن العذابات دي كلها رجعت تاني واتكومت على دماغي من جديد. ودلوقتي أنا بتمزع يا حاج، بتمزع بين اليأس والأمل. فاهمك يا ابني فاهمك. سلمها لله وهو ينصرك. ونعم بالله. وعشان اللي قلته ده انا افضل انك قبل العزومه تقعد مع الدكتور حاتم وتفهم منه بالراحه كده ظروف جوازه، يمكن ده يساعدك على توضيح الامور. وهو بكره جاي عشان نروح المحافظه نقعدوا معاه. ياه، لسه هنستنى لبكره. تأخروا قوي يا حسني، تأخروا قوي. باي استهدى بالله يا فاروق، استهدى بالله واهدى وامسك اعصابك. لو عولك وانت في الحاله دي الشك يركبه، صدق بالله حتى لو كانت هي ممكن ينكروا ويتوهونا. عندك حق، عندك حق، صح يا حسني. أنا هقعد وحدي. ايوه اقعد واهدى. اطلب لك ينسون؟ لا، الباشمهندس صلاح بره عاوز يقابل حضرتك. خليه يتفضل. حاضر. امسك اعصابك يا فاروق، امسك اعصابك يا صاحبي. امسك اعصابي كيف؟ بيقول لك المهندس صلاح، امال حاتم فين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا آسف اتأخرت عليكم شوية، أعمل إيه؟ العربية عملتها معايا تاني. ولا يهمك يا باشمهندس، عملت العربيه نصلحها ان شاء الله. اهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا أستاذ فاروق، أهلا وسهلا. والله أنا كل ما بشوفك ببقى سعيد. الله يحفظك يا باشمهندس. انما الدكتور حاتم فين؟ عنده شغل في الجامعة، وأنا فكرت وقلت مشوار المحافظة ده محتاج واحد فينا، ما هو مش معقول نروح احنا الاتنين وإلا الناس كلها تفتكر إن احنا رايحين نعمل مظاهرة. أنا جهزت آخر لوحة. طيب اتفضل بينا يا معلم حسني، احنا نكمل شغلنا. اتفضل. الشغل هيكمل ان شاء الله. اقعد اشرب شاي الاول. اقعد يا ابو صلاح، اقعد يا راجل. عم عبده، يا عم عبده، هات 2 شاي تقال، واحد خفايف عشاني. اهلا يا ابو صلاح. هلا قول لي يا باشمهندس صلاح، وانت تعرف الدكتور حاتم من امتى؟ الحقيقة هو صاحبي من زمان وكنا جيران، بس أنا كنت سابقه في الكلية بسنة. عفارم عليك، وعلى كده بقى اتعينتوا سوا في الحكومة. لا، هو سافر بعثة وأنا اشتغلت بعد التكليف. الحقيقة فاروق بيه بقى الواحد صحته ما تستحملش تنقلات بين المحافظات. وانتوا اشتغلتوا في المحافظات؟ طبعا أنا اشتغلت في الصعيد. وهو اشتغل معاك طبعا. بتسأل ليه السؤال ده؟ لا ما فيش حاجه يا باشمهندس. فاروق بيه عايز يزداد يعني. الشاي يا باشمهندس. حطه عندك يا عبد. حاضر. اخلص يا عبده. ما قلتليش يا باشمهندس صلاح، وكنتوا هتشتغلوا فين بقى عندنا في الصعيد؟ أنا لوحدي اللي كنت بشتغل في هنا. ايه انت لوحدك يعني؟ هو دكتور حاتم ما كانش هيشتغل هناك؟ لا لازم بقى مداماتكم قرايب. ايه عدايل انتوا؟ حاجة زي كده. ما يلا بينا يا معلم حسني، احنا معانا ميعاد مع وكيل وزارة وده مش موظف بسيط. يلا ونبقى نتكلم في السكة. بعد إذنك يا فاروق بيه. صلاح، بقول ايه يا باشمهندس، ما تنساش بكره ان شاء الله تبقى تشرفنا هنا في الشركه
عاملين حفلة صغيرة بمناسبة بدء العمل. ويا ريت تاجي طبعا حضرتك والدكتور حاتم كمان. حاضر متشكر. والأسرة كلها. ها؟ أصل المدام بتاعتي هتاجي بكرة إن شاء الله، وبقول يعني تبقى فرصة لطيفة إنها تتعرف على المدام بتاعتك وعلى مدام الدكتور حاتم. ما تنساش بقى. لا مش هنسى ابدا، تحت امرك. انا مستنيك بره يا معلم حسني. خلاص انكشفنا واتعرفت، وده اللي انا كنت خايف منه ومحدش سمع كلامي. استنى بس يا حاتم يا ابني. استنى ايه بس يا بابا؟ انا قعدت اتكلم ومحدش سمع كلامي لغايه ما غرقتوني. انا لازم ابلغ البوليس يحميني انا ومراتي. لا حاتم استنى بس يا حاتم. يا صلاح، هو كان بيسألك عادي ولا باهتمام؟ انا مش عارف، انا الحقيقه كنت متوتر، مش عارف يعني ايه؟ هو كان بيسالك ولا بيسال حد تاني؟ ابدا. انا كنت بكلمه عشان اتوه في الكلام من باب الاحتياط يعني. وانت ليه بس يا ابني قلت له انك اشتغلت في هنا؟ ما كنت قلت في اي حته تانية في الصعيد، ما هو الصعيد كبير. مش عارف، انا الحقيقه فوجئت بالسؤال ده، اتبليت. كنت اتمنى الارض تتشق وتبلعني. وبعدين حضرتك ناسي يا عمي ان هو عرفني عن طريق ابن عمه تعلب. تعالى يا نهار اسود. طب ما هو تعالى ده يعرفني. لا اطمن، تعلب ده مش في مصر خالص، خدوا صاحبه اللي اسمه علاء ده، انا عرفت بكده. طب ما مصيره يرجع. لما يرجع بقى يبقى لها حلال. مظبوط، حلو قوي. وبكده بقى نتوههم من ناحيتنا شويه لغايه ما نخلص من المشروع، وبعد كده نفك. اوهام عشم ابليس في الجنه. وبعدين يا حاتم، من الجايز تكون دي كلها مجرد اسئله عاديه من باب الدردشه يعني. دردشه ايه بس يا بابا؟ فاروق ده ما يعرفش صلاح، هيدردشوا في ايه؟ غالبا كلام عمي صح. انت بس يا حاتم اللي عندك شويه وسوسه في دماغك. سبعني مصلحه فاروق بيه ده ايه؟ اذا كان طول عمره في اسكندريه. انا موافق على الكلام ده. انتوا تعرفوا حد من اسكندريه يا ورده؟ ولا عمر حد من بلدنا جه هنا. طيب تفتكري لو اخوكي بدري شافك دلوقتي هيعمل ايه؟ والله ما انا عارفه، لكن احساسي بيقول لي انه لو يمكن هيأذيني ولا يأذي جوزي ولا يأذي ابني. انا عارفه بدري كويس، عارفه ايه يا ناس. انا شايفه ان كل دي هواجس خلقها الخوف. خلاص يا جماعه خلاص، سيبوها على الله وانسوا الموضوع ده خالص. لا، انا بقول ان حاتم لازم يبلغ البوليس عشان يحميه ويحمي ورده. ما تكبريش المساله يا زهيره، احنا مش عاوزين فضايح. ثم ما تنسيش ان الناس دول شغالين معاهم. طب وحفله بكره هتعملوا فيها ايه؟ دي بقى على جثتي. لا يا حاج، لا. أنا حسيت إنه بيكذب. إيه يا حاج؟ مش مصدقني ولا إيه؟ لا يا ابني، مصدقك جايز. طب أنت يا حسني رأيك إيه؟ ما لاحظتش كده؟ ما تتكلم يا حسني. اقول ايه يعني؟ اكذب عليك؟ اغشك يا اخي؟ ما خلاص بقى يا فاروق يا ابني، احنا هنفضل نضرب في المتاهات دي لحد امتى؟ احنا عزمناهم على الحفله بكره وهنعرف كل حاجه. دقيقة واحدة، تاهت ولقيناها. بقول ايه، انت مش تعرف حسها؟ كيف يعني؟ يعني لو اتحددت مع اختك وردة مش تعرف حسها؟ ايوه طبعا يا اخي، دي اختي، ايوه اعرف حسها. طيب يبقى خلاص، تاهت ولقيناها. انا كاتب لك نمرة الدكتور عنديك في النوتة، والتليفون قدامك اهو، قوم اطلبها دلوقتي، ولو ردت عليك اعمل اكنك هتسأل على الدكتور. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا حسني؟ يا حاج، ما هي تاهت ولقيناها. ازاي تهجم على بيت الدكتور بالشكل ده؟ افرض مش هي، ازاي يسمح لنفسه يسمع صوت واحدة غريبة؟ ايوه صح، عندك حق. انا كنت فاكر انها تاهت ولقيناها، معلش انا غلطان. اعوذ بالله، اعوذ بالله.
الو. الو، منزل الدكتور حاتم؟ الو الو، مين اللي بيتكلم؟ دكتور حاتم. مش يمكن حد بيعاكس يا حاتم؟ لا، ده مش حد بيعاكس، ده واحد عايز يتأكد من حاجة وبيدي إنذار. هو مش سألك عن اسمي؟ وردة، احنا بنواجه خطر كبير، والخطر ده جاي من الناس اللي بنشتغل معاهم. وردة، أنا آسف، أنا مش قصدي إن أنا أخوفك، بس ده إحساس، وأنا نادر لما إحساسي بيخيب. انا السبب. انا كان لازم اسمع وصيه ابويا الله يرحمك يا شيخ بدار، هو اللي قال لي ما اعرفش طريقي لاي حد، اعود نفسي اعيش بعيد عن البدري. انا وافقت. وأنا قلت لكم قبل كده إن التنازل بيبتدي بخطوة واحدة. على العموم مفيش وقت للندم. وردة، احنا لازم نتصرف وبسرعة. مش قادره افكر يا حاتم، مش قادره افكر. خلاص نسيب اسكندرية نهائي. نسيب اسكندريه ازاي؟ زي الناس. عندك حل تاني؟ لا ما عنديش، بس هنروح فين؟ نروح أي حتة، إن شاء الله حتى نروح إنجلترا تاني، نروح القاهرة، أهي بلد كبيرة ومحدش فيها بيعرف التاني. طب وشغلك في الجامعه والمكتب واستقرارنا في السكن؟ قلت لك كل ده مش مهم. وردة، أنا قلت لك قبل كده 100 مرة أنا ما عنديش استعداد أضحي بيكي. وردة، من هنا لغاية ما نوضب أمورنا أرجوكي عايزين نتصرف بهدوء، ومش لازم أي حد يحس بأي حاجة. يلا يا نورة، تعالي معايا وضبي الترابيزه دي بسرعه. بقول لك ايه، حطي كل فنجان شاي قصاد الطبق بتاعه كده. يلا حبيبتي. جرى يا حسني، تأخروا قوي. انت مش محدد معاهم الميعاد ولا ايه؟ بقول لك ايه، مش كده يا صاحبي، ايه دمار، هتفضح الدنيا بعمايلك دي. حفلة سعيدة ان شاء الله، منورة يا حاجة. الله ينور عليك. يلا هاتي الشاي هنا، حطي البراد. امسك نفسك يا فاروق يا ابني، باين عليك مضطرب مش كده؟ ربنا يستر يا حاج. لو طلعت هي شاور انت عليها بس وسيبنا نتصرف. دلوقتي بقى اخش الدايره جوه زي ما اتفقنا، زمانهم جايين مش عايزين المفاجاه من اولها. الشوك يا حبيبتي، حطي الشوك. يلا بقى مستني ايه؟ يلا يلا حبيبتي، يلا خلينا نخلص. اتفضلوا. الجماعة وصلوا. اهلا وسهلا، اتفضل. يا مرحب يا مرحب، ايه النور دي؟ هلت الانوار يا اهلا. ازاي الصحة؟ اهلا ازاي؟ بص مرات. اهلا 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 يا مدعي، ازاي الصحة؟ انا كنت منور يا سعادة البيه، ايه النور دي؟ يا امال فين فزورة؟ الحاج حسين المصري والست الحاجة مرته وبنته الست نرجس مرت البيه فاروق الجناوي. ازاي الصحة؟ اهلا يا حاج، الحاج حسين غني عن التعريف. مبروك وربنا يتمم المشروع على خير ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. سعد الله. اهلا يا باشمهندس. بص مرات. اهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اهلا يا دكتور. امال فين المدام؟ قصدي يعني مدام حضرتك ما شرفتش ليه؟ أصلها في الحقيقة تعبانة شوية. لا سلامتها يا ابني. اتفضلوا اتفضلوا، الصب الشاي يا حاج. حاضر. وانت يا نوره يلا. يلا حبيبتي. اهلا وسهلا، الصحة الحمد لله. ايه اللي هتقوله دي؟ ده انا اللي ما بفهمش حاجة، ما خربتش كده. بقول لك ايه، روق وما تقفلش معاهم امال. خلاص يا حسني. طب يا جماعة بعد إذنكم هضطر أستأذن نص ساعة كده وهرجع على طول، كنت مرتبط بموعد. عن إذنك يا حاج، السلام عليكم. انت على طول مستعجل كده يا فاروق بيه؟ اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا، فاروق راح مشوار وجاي على طول. اتفضلوا اتفضلوا، اهلا وسهلا، اتفضلوا اهلا وسهلا، اتفضل ابو فزورة. اتفضل اهلا وسهلا. الحكايه
كده بقت واضحه زي الشمس. هي ايه يا بنتي اللي واضحه زي الشمس؟ ده فاروق جوزك، ما تطلعش منه العيب. ازاي يا حبيبتي تتهميه تهمه زي دي؟ يا ماما انت شايفه حالته امبارح كانت عامله ازاي؟ شفتيش كان بيسال عليها بلهفه ازاي؟ وما طقش يقعد لما بسلامتها ما شرفتش. ده غير ان احنا امبارح لما رجعنا قعد ينفخ طول الليل وما نامش ولا دقيقه. والله يا بنتي ما انا عارفه اقول لك ايه. يا ماما انا سامعاه بوداني وهو بيطلبها طول الليل، ولما جوزها رد عليه قفل في وشه السكه. لا 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 يا نوره يا بنتي مالكيش حق. المفروض ان الواحده ما تتجسسش على جوزها. طب ده لو ابوكي سمع. افندم امال عايزاني ايه؟ اقعد اطبطب عليه واواسيه في هجرها ليه؟ اديك قلتي انا هقول لبابا بنفسي، لازم يشوف لي معاه حل، لازم يطلقني. يا مصيبتي يطلقك؟ انا ما اقدرش اعيش مع واحد متعلق بواحده تانية. وايه مرات واحد بيشتغل عنده؟ يا بنتي يا حبيبتي جوزك مش وش الكلام ده. طب قوليلي اقنعيني. هقول لك ايه؟ لا اله الا الله. انا هقول لبابا. لا يا حبيبتي بلاش تقولي لابوكي دلوقتي عشان كلهم مشغولين في الحفله بتاعت الوزير. لما يروق لك ابوكي. لا عشان خاطري يا حبيبتي. تعالي بس تعالي فهميني انت رايحه فين؟ رايحه مشوار هقطع فيه الشك باليقين. نورة نورة نورة. مساء النور يا فندم. تليفون؟ اتفضلي يا هاني. شكرا. الو شركة المقاولات؟ أنا نورة المصري. أهلا بيك يا أستاذ عبد. من فضلك تعرف عنوان دكتور حاتم مهندس المشروع؟ طب كويس ممكن تقوله لي؟ أيوة متشكرة قوي متشكرة. لو سمحت يا أستاذ ممكن ما تقولش لحد اللي أنا طلبته؟ متشكرة قوي قوي متشكرة. باي باي. يا حاتم يا ابني ده قرار مصيري وخطير، ما يتاخدش بالسرعه دي. ده غير انه ما منوش فايده. ازاي يعني؟ لانه حاجه من اتنين يعني، يا اما هواجسنا دي تكون لا قدر الله في محلها ويبقى خلاص ما دام عرفوك هيوصلوا لنا سواء كنا في مصر او في اسكندريه او حتى في لندن، يا اما بقى هواجسنا دي يكون ملهاش اي اساس. وفي الحاله دي يبقى خلاص مفيش داعي للشحطه والخساره. انا مع ورده في رايها. طب والحل ايه؟ مفيش غير حل واحد، تبلغوا البوليس وهو اللي يحميكم. لا انا مش موافق على الكلام ده. امال انت رايك ايه؟ انا رايي من راي صلاح. نفرض ان الحكايه دي طلعت كلها هواجس، يبقى ما نابهم الا كشف سرهم. ايه يا بوسبوس الكلام ده؟ ايه هواجس والكلام الغريب ده؟ المواجهه مش بالكلام. الله دي ورده لازم تقابل فاروق بيه. انا لسه برضك عند رايي. انا رايي ان فاروق بيه ده مش خطر. الراجل بعيد عن البلد ومتربي هنا، فمش ممكن يكون يعرف البدري او البدري يعرفه. لو في خطر صحيح يبقى في المعلم حسني. لا ما المعلم حسني قاعد معاكي وما بانش عليه اي حاجه. عشان كده انا بقول ان الحكايه دي كلها هواجس. تاني هواجس يا بوسبوس؟ على رأي المثل اللي داخل بين البصله وقشرتها ما ينوبه. لا 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 مش المثل ده، اللي هو اللي حاطط على راسه بطحه يحس بيها. انا اسف الامثال كلها دخلت في بعض. يا جماعه انتوا ما خدتوش بالكم لما فاروق بيه عرف ان ورده مش جايه كان باين عليه ايه؟ ما هي دي الحاجه اللي تحير. الله انتوا مستنيين حد ولا ايه؟ مساء الخير دكتور حاتم. مدام نرجس اتفضلي. اهلا وسهلا مدام نوره. اهلا وسهلا اتفضلي. مساء الخير. باردون انا جيت كده من غير ميعاد، بس انتوا قلتوا ان المدام تعبانه شويه وقلت اجي اطمن عليها. اهلا بك يا بنتي، تشرفينا في اي وقت. هو حضرتك اهلا اهلا. مدام ريري مراتي. بصراحه يا دكتور معاك حق تخبي عننا كل الجمال ده.
جمال ايه يا فندم؟ احنا هنروح فين يعني؟ اتفضل اتفضل. لا لا يا فاروق يا ابني، التصرف اللي تصرفته ده ما يخلينيش اثق في اي مواجهه بينك وبينها ابدا. معلش يا حاج، اعذرني. بعدين دي مسائل ما فيهاش هزار، في الحالتين سواء طلعت هي او مش هي هتسبب جرح وسوء تفاهم محدش يقدر عقبه. وعندك حق يا حاج، امال هي عاد؟ ممكن تسيب لي المساله دي، انا هتصرف فيها بنفسي. ولو ممكن كمان ما تحضرش حفله الوزير. لا لا يا حاج، هحضر حفلة الوزير واطمن، همسك أعصابي مهما حصل. توعدني؟ أوعدك يا حاج. وبعدين ده وزير وحفله، يعني مساله ما فيهاش هزار. حتى لو طلعت هي ما تنطقش خالص. خلاص يا حاج، فاروق ما دام يوعد يوفي وما يقفلش ان شاء الله. ولك عليا لو ما طلعتش هي انا هروح لهم البيت بنفسي واعرف منهم حقيقه المساله. ودرست ايه بقى في انجلترا؟ الادب الانجليزي. لا ده بقى احنا يا ريري هانم مش قدك خالص. العفو العفو يا نورة هانم. ما تدخلش جوه شويه يا حبيبي، ممكن يا طنط حضرتك تاخديه جوه؟ انا يا حبيبتي. طب ممكن تسيبهولي انا بقى شويه؟ ابنك ده يا ريري هانم؟ ايوه. اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمي بدري. بدري؟ الله جميل. ربنا يخليهولك. خش شويه يا دودي مع طنط. تعالى يا حبيبي تعالى روح. طب يا جماعه عن اذنكم. لما لا سلام يا فندم. لا معلش عندي شغل في بلد لازم اعدي اعمله. انست وشرفت يا بنتي. ميرسي قوي. باي باي. مع السلامه. الله يسلمك. مع السلامه. باي باي. باي. شهادتك من انجلترا دي يا ريري هانم؟ وردة. طب عن اذنكم ابقوا خلونا نشوفكم، اوعي ما تجيش في حفلة الوزير. ان شاء الله. باي باي. مع السلامة. باي باي. ماشي شرفت حبيبتي. باي باي. مع السلامة. ها ايه رأيكم؟ اظن لو في حاجه ما كانش بعت مراته. ايوه طبعا، وبعدين ما بانش عليها اي حاجه لما سمعت اسم البدري. طبعا مش معقول بنت الحاج حسين المصري بجلاله قدره هتبقى مشتركه في التحري عنكم. مظبوط كلامك يا عمي، الا بقى اذا كان اخوك البدري ده بيشتغل سوبرمان وبيشغل فاروق بيه والحاج حسين وبنته لحسابه. ها اطمنت دلوقتي يا ابني؟ يعني طب وحفله الوزير؟ لا ما تروحهاش، نستنى يومين ثلاثة كده لما نشوف رد فعل الزيارة. تاني يا حاتم؟ سيبوها على راحته. طلع اسمها وردة يا ماما. مش قلت لك قبل كده ان الاسم ده وراه حاجة؟ يا بنتي يا حبيبتي ما تعمليش في نفسك كده، احنا هنقول لابوكي وهو يتصرف، الحاج ما يرضوهوش كده ابدا. طب بس يا حبيبتي، بس عشان خاطري بقول لك ايه، خليها لبكره بعد الحفله. حاضر يا ماما حاضر، بس النهارده حنان في حتة تانية، مش عايزة اشوف وشه. الحفلة خلصت يا فندم. خلصت؟ روح انت ارفعي قول لي سواق السيد الوزير يجي على الباب وراه عربية السيد المحافظ. حاضر يا فندم. بسرعة. السيد الوزير والسيد المحافظ خارجين، نبه على اشارج المرور. أنا سعدت جدا بالهمة العظيمة ومتشكرين على الحفلة الظريفة اللي انتوا عملتوها، ربنا يوفقكم. لسه نورت يا فندم، متشكرين قوي. وان شاء الله يا فندم هنحاول نكون دايما عند حسن الظن. إن شاء الله. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. سلام يا فندم. يلا بقى يا باشمهندس صلاح، وانت يا دكتور ورونا الهمه. ادوكوا شفتوا سياده الوزير قال ايه؟ ان شاء الله يا حاج. اطمن يا فاروق بيه. ان شاء الله. السلام عليكم. مع السلامه. السلام عليكم. الله يسلمك. يا دكتور حاتم، هي المدام بتاعتك ما جاتش ليه؟ يا فندم مش قلنا يعني ان حضرتك هتشرف انت والمدام؟ يلا يا صلاح. السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامه. كلامي اللي قلته ده يا فاروق يا ابني؟ قلتيه بس يا حاج.
انا قصدي يعني ان المساله الاجتماعيه مساله مهمه. على اذنكم يا جماعه. كده برضه يا فاروق يا ابني. ما قدرتش يا حاج، ما قدرتش. ايه ده؟ هي ست نوره زعلت؟ معاه حق والله. يا حاج حسين انا ما فياش دماغ لاي حاجه دلوقتي. انا فاهمك يا فاروق يا ابني ومقدر ظروفك، ونوره مهما كان برضه مقدور عليها. طب والباشمهندس حاتم، انت كده خربطت كل الترتيب وقفلت الليله، كان نفسي تمسك نفسك يا فاروق. ما قلت ما قدرتش يا حسني، وعلى العموم انا اسف. خلاص يا سيدي ولا يهمك. انا من بكره ان شاء الله هعمل لهم زياره او كبسه على راي حسني، وارسى على بر للمساله دي زي ما وعدتك. ودلوقتي يلا بينا عشان نلحق نوره. معقول الشبه ده؟ بدري حضرتك بتقصدني انا؟ لا يظهر اشتبه عليا، اعتذر. طب مؤاخذة يا فندم، أنا برضه مش فاهم يعني إيه فاروق بيه القناوي مش هو فاروق القناوي؟ انا واثق 100%. ده كلام خطير قوي يا فندم. بس هو كده فعلا. يعني قصد سعادتك إن الشخص ده منتحل شخصية فاروق القناوي؟ دي حكايه طويله قوي، بحكيها لك بعدين، مش وقته. المهم دلوقتي انا عايز اعرف اصل فاروق القناوي ده ايه. إزاي يعني؟ انا عايز اعرف تحديدا فاروق القناوي ده جه ازاي وامتى ومنين، وصلته بالحاج حسين المصري جت ازاي، وسيب الباقي عليا. بس كده يعني؟ دي مسألة بسيطة جدا. بسيطه ازاي؟ انا عايز اعرف المساله دي باسرع وقت النهارده. النهارده؟ ليه؟ يوه من غير ليه؟ انا لولا اني مش عايز اظهر في الصوره دلوقتي كنت جبتها بسهوله. طب خلاص ما تزعلش نفسك سعادتك، اديني نص ساعة. تقدر؟ هروح الشركة دلوقتي واشوف أي حد من العمال القدام وهستدرجه في الكلام يعني. بس من غير شوشرة. طبعا يا فندم. يا ابني ما تعملش في نفسك كده، خلينا نعرف نفكر. مفيش وقت يا حاج. هنفكر في ايه؟ مفيش وقت، لازم نروح لهم دلوقتي. ولو ربنا بيحبنا تطلع هي، لان لو ما طلعتش هي يبقى معنى كده ان انا ضعت. ان شاء الله هتطلع هي، بس ادينا فرصه نفكر عشان نلاقي حجه ندخل بيها عليهم. حجه ايه؟ ايوه يا ابني، ده احنا كنا لسه معاهم. وعشان كمان ما يدسوهاش منين. الله يا حسني، احنا لسه هنفكر. انا نازل. فاروق فاروق استنى يا فاروق. بابا انا عايزاك في موضوع. مش وقته يا نوره. لا وقته يا بابا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو مش المهندس حاتم ساكن هنا بردك؟ أيوه هنا في الدور الثاني. ويا ترى هو فوق؟ لا. ولا المدام بتاعته؟ محدش فوق يا بيه، من ساعة ما خرجوا في العصرية محدش جه لسه. طب وما تعرفش هيجوا امتى؟ ما اعرفش. طب ما تعرفش هما فين؟ ما انا ما خبرش يا بيه. متشكرين. انت متاكد من الكلام ده يا جدع انت؟ امال ايه يا بيه؟ ده انا شغال مع الحاج حسين المصري اكتر من 10 سنين، وفاروق الجناوي ده ساعه ما جه ما كانش يعرف السما من العمى، وشكله ساعتها كان زي ما يكون طالع من قبر. الكلام ده كان امتى؟ من 4 5 سنين يا بيه. ما تعرفش جه منين؟ هو كان بيقول انه قريب الريس دبيكي، وحتى اول ما جه سال عليه، والريس دبيكي ده من محافظه جنة. هنا؟ منين في هنا؟ ركز في كلامك مع البيه، ركز. اظن من مركز دشني. انما سعادتك ما تعرفش دخل زوارق الحاج حسين ازاي وبقى في الامله دي كلها. طب روح انت دلوقتي. السلام عليكم يا بيه. اي اوامر؟ انا تحت امر سعادتك. اوعى تجيب سيره لحد انك جيت هنا او سالتك عن اي حاجه. يا بيه مش هتجيب سيره حتى ابدا. المعلومات دي كافيه؟ كافيه قوي. والله وقعت في ايد عصام برضه يا بدري. مين؟ طارق، هات قلم. هتعمل ايه؟ اكتب محضر تحريات. طب مش تفهمني يا عصام ايه الموضوع الاول؟ لما هنقابل مدير الامن هتفهم كل حاجه. مدير الامن؟ حكايه غريبه قوي. فاروق القناوي
اسمه الحقيقي يا فندم البدري بدار الهواري، وهارب من مؤبد غيابي في قتل من محكمة جنايات قنا. قضيته يا فندم أنا اللي عملتها وخدت فيها جزا لأنه هرب مني. الحقيقه انا ما اعرفوش لاني ما قابلتوش قبل كده، بس اسمع عنه وعن صهره انه راجل فاضل. أنا متأكد يا فندم إنه هو متأكد. أول ما ناديته باسمه الحقيقي التفت لي على طول. مش دليل يا عصام. أيوة يا فندم، أنا بعد كده عملت تحرياتي وتأكدت من صحة المعلومات. يا فندم أنا واثق إنه هو. شفت الخوف في عينيه أول ما شافني. يا ابني المسألة مش سهلة زي ما انت فاهم. ده شخصية مرموقة في اسكندرية، ولو حصل أي خطأ الوزارة تنقلب علينا. هو يا فندم هو، أقسم لسعادتك هو. خلاص، إذا كنت متأكد اعرض الورق على النيابة. يا فندم ده محكوم عليه وهارب، فمن حقنا. أنا قلت اعرض الورق على النيابة. اتفضل. تمام يا فندم. طارق. ايوه يا فندم. روح لوكيل النيابه في البيت وهات لي امر الضبط وتعالى بسرعه على محضر القوه. حاضر. كفايه بقى. انا مش مستعد اي حد يقنعني باي كلام تاني. انا فضلت اسمع كلامكم لما بقيت مش عارف كلامكم هيوديني لحد فين. مش مستعد اسمع حد تاني. ولازمته ايه كل ده يا حاتم يا ابني؟ انت ما شفتش يا صلاح كان بيسأل عن ورده ازاي؟ وهتعمل ايه بس يا حاتم يا ابني؟ هنزل مصر الليله. الليله؟ وهتعمل ايه في مصر؟ هي مصر يعني بعيده؟ يا حاتم، يا حاتم انا سبق وقلت لك ما دام عرفونا يبقى خلاص مفيش فايده. مصر زي اسكندريه. يعني ايه؟ يعني المواجهه احسن سبيل. سيبني انا اواجه اي حد. لا، مواجهه لا، الا اذا اضطرتنا الظروف. وبعدين انا عامل حسابي ان احنا نعيش في مصر بشكل مؤقت. انا مرتب نفسي ان احنا نعيش في انجلترا تاني. ايه؟ ترجع تعيش في انجلترا؟ يعني هي انجلترا بعيده؟ ده بلانش ممكن يجيبوك. يا ابني ما يمكن اللي اسمه فاروق ده لما سألك عن مراتك كان يقصد فعلا الشكل الاجتماعي مش اكتر. انا مش هقعد اقول يمكن. يلا يا ورده. حاتم، طب استنى حتى للصبح. على رأيها على الاقل النهار له عينين. طيب بس بشرط ما نباتش في البيت، نطلع من هنا على الطريق على طول. طب وهدومي وحاجتي؟ انا هجيبها لك. مش هتعرف. بص اسمع، احنا نروح نجيبها وبعدين نرجع نبات عند ماما. يا بنت اهدي امال. ايه اللي انت بتعمليه في نفسك ده؟ يا بنت مش كده، حرام عليكي. طلعني منه يا بابا ارجوك. طب خش استريحي في اوضتك والصباح رباح. لا، حالا. مش لما يجي جوزك؟ ليه؟ هو راح فين؟ زمانه جاي. راح لها مش كده؟ يا بنت جوزك ما بيعملش حاجه غلط. تعالي بقى. استر. يا رب الستر من عندك يا رب. يا رب الستر من عندك يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمه وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمه الله وبركاته. لا مؤاخذه يا حاج. عصام عبد الله مباحث. اهلا وسهلا، اتفضل يا ابني. احنا معانا امر نيابه بالتفتيش، تحب حضرتك تشوفه؟ سبتيه؟ نيابه؟ ليه؟ طبعا يا حاج حضرتك عارف ليه، مش كده؟ البدري فين؟ بدري؟ بدري مين؟ حضرتك حرم الاستاذ البدري وكريمه الحاج حسين، مش كده يا هانم؟ ايوه يا ابني. تقول لها يا حاج ولا اقول لها انا؟ يقول لي ايه؟ جوز حضرتك يا هانم اسمه البدري بدار، مش فاروق زي ما انت عارفه، وهارب من حكم غيابي مؤبد. بتصدقي؟ مؤبد؟ ايوه يا هانم، قتل اخته من 4 سنين. لا لا يا حضرة الظابط، اخته ما انقتلتش، اخته عايشة وهتجي بنفسها لحد هنا ان شاء الله. ما تصدقيش يا ست نورة، ما تصدقيش، اخته عايشة والله العظيم عايشة. تاني بعد السنين دي كلها قدر يضحك عليكم وبنفس الكلام؟ ايوه يا حضرة الظابط، الكلام اللي بيقوله ده صح. احنا عرفنا مكان وردة من كام يوم تقريبا كده. تقريبا؟ يبقى يقول الكلام ده في النيابة والمحكمة. دي تهمة ظلم يا حضرة الظابط. وردة عايشة. وردة مرات الدكتور حاتم؟ ايوه يا بنتي هي ان شاء الله. هي يا بابا هي. وردة عايشة حضرة الظابط. وعرفت ازاي؟ أنا كنت عندها امبارح وعرفت إن اسمها وردة بدار وابنها اسمه بدري. بدري؟ ايوه بدري. يا ما انت كريم يا رب. ما منوش فايدة الكلام ده دلوقتي. أرجوك يا حاج هو فين؟ ما تخلينيش اتخذ الإجراءات. تعالى يا حضرة الظابط وانا اوديك له. اتفضل.
اهلا يا بدري. والله ولك وحشه يا بدري. حط الحديد في ايده يا باشا. يا حضرة الظابط واحنا قلنا لك على الحقيقه. ما انا قلت لكم بقول الكلام ده في النيابه بعدين. دي لسه طالعه دلوقتي يا حاج. انا شفتها وغالبا هي. ايوه يا ابني هي نورة شافتها وقالت لنا على الحقيقه. نورة؟ ايوه يا ابني. ما شاء الله. انتوا هتقلبوا لي الشارع مسرح وانتوا قدامي. انا جاي معاك يا ابني، انا جاي معاك. وانت يا ابو دبيكي عينيا يا حاج. روح البيت احكي لهم على اللي حصل، وهات ورده ونوره وحاتم وحصلوني على المديريه. يا تجيب العواقب سليمه يا رب. يلا يا ولد. ايه ده؟ يا ساتر يا رب، انتوا مستنيين حد ولا ايه يا ولاد؟ السلام عليكم. ورده الحقيني ورده. ورده مين؟ ارجوك يا دكتور حاتم مفيش وقت، احنا خلاص عرفنا انها ورده بدار. ورده بدار مين يا فندم؟ حضرتك بتتكلمي عن مين يعني؟ الحاجين يا ست الناس، اخوك بدري في خطر. بدري؟ ورده ما تخافش يا دكتور حاتم. بدري بقى حاجه تانية خالص غير ما انت فاكر. ده لي سنين عم بدور على اخته الوحيده، مش عشان يأذيها لا سمح الله، لا، ده عشان يضلل عليها بجناحه ويحب عراسها ويتأسف لها. ده ربنا هداه قوي، ودعا والدكم الشيخ بدار الله يرحمه قعد له، وهو دلوقتي في محنه ومحتاج لاخته الوحيده عشان تمد له يدها وتخلصه. خلصوا من ايه؟ ورده، انا مش عارف انتوا بتتكلموا عن ايه. هو مفيش حد اسمه ورده اللي هي؟ استنى بس يا حاتم يا ابني. انتوا ايه دخلكم في الموضوع اللي بتقولوا عليه ده يا معلم حسني؟ فاروق هو بدري يا ورده. فاروق؟ ايه؟ يعني فاروق بيه ده هو بدري؟ هو اضطر يغير اسمه عشان اتهموه بقتلك زمان واتحكم عليه غيابي بمؤبد، ودلوقتي بس قدروا يقبضوا عليه. انا مش فاهم اي حاجه. مش مهم انت تفهم. ده كلام ما يخش العقل. دول عايزين يوقعونا. لا والله العظيم يا ورده، ده حتى سما بنتنا على اسمك. ورده ارجوكي بوس ايدك، محدش هينقذه غيرك. يا حبيبي يا اخويا. وريني بقى هتهرب مني تاني ازاي من هنا. ما هو انت لو كنت سمعت كلامي اللي قلته لك في المحضر قبل كده ما كنتش اضطريت نهرب. هنرجع تاني للتخاريف اللي كنت بتقولها. ده مش تخريف. انت ليه يا عصام بيه معيش تصدق ان اختي ورده عايشه؟ كل الادله بتثبت انها اتقتلت وانك انت اللي قتلتها. قلت لك ما قتلتهاش. ارجوك يا حضرة الظابط اجل المحضر بس نص ساعه لحد ما نشوف. انا اجلت 4 سنين، ولعلمك يا حاج حسين ما كانش فيه غير نفس الدفاع الواهي ده. 4 سنين 4 سنين انا دفعت ثمنهم في الصعيد، اتنقل من بلد لبلد لحد ما قدرت اثبت لهم ان ضابط مباحث كفر. لكن الجيزه اللي خدته لما هرب مني البدري فضل نقطه سودا في دوسيه الوظيفي في حياتي. ودلوقتي هنعيده تاني، حيله جديده اخد بيها جيزه جديد يضيع مجهود السنين اللي فاتت. لا، تعترف انك قتلتها ولا ما تعترفش ما يهمنيش، انا اتعلمت الدرس خلاص. لا ما اتعلمتش، والظاهر انك مش ناوي تتعلم يا عصام بيه. النجل والجزة اللي بتقول عليهم دول مش انا اللي تسببت فيهم، اللي تسبب فيهم طموحك وانانيتك ورغبتك في انك تنجح وتطلع حتى ولو على حساب الحج والعدل. ومش انت لوحدك اللي دفعت الثمن، انا كمان دفعته من سمعتي وسمعة اختي، دفعته من بيتي وارضي اللي هملتهم، ودفعته لما ما دفنتش ابويا وما خدتش عزاه، ودفعته اكتر لما تخليت عن نفسي واسمي وعشت باسم تاني، هربان ومطارد بنام زي ديابة الجبل، مفتح عين ومغمض عين. لا يا عصام بيه، اللي انا دفعته في ال4 سنين دول اكتر منك بكتير، وانت ما اديتش لنفسك ولو دقيقة واحدة تتروى فيها وتوزن الامور. لا، سخرت سلطتك لهواك ورغبتك في الانتقام، ولحد دلوقتي انت زي ما انت ما اتغيرتش. لكن ربنا مش هيهملني وهيظهر الحج وهيرد كيدك. قول مهما تقول، وزي المحكمة ما اقتنعت انك قتلتها انا كمان اقتنعت. لا يا حضرة الظابط، بدري ما قتلنيش، انا قدامك اهو، وردة بدار.
بدري. حبيبي يا حبيبي وانت كمان يا اخوي وانت كمان يا حبيبي يا اخوي يا حبيبي يا اخوي يا حبيبي. انا رايحه للظابط قدامك اهو. انا المجني عليها اللي بتقولوا قتلها. انا اهو. ولابد عن يوم